أكد موقع وين وين من مصدر مطلع أن مدافع المنتخب الوطني المغربي رومان سايس أخبر رفاقه في المنتخب المغربي قبل شد الرحال صوب المغرب بأنه قرر وضع حد لمسيرته الدولية مع أسود الأطلس، وقد تكون هذه الكأس الإفريقية الأخيرة له مع أسود الأطلس. وأوضح المصدر نفسه أن سايس قرر إبلاغ القرار لوليد الركراكي مدرب منتخب المغرب ووكيل أعماله بهدوء في الساعات القليلة القادمة قبل حسم قراره وإعلانه رسميا، حيث يرى مدافع فريق الشباب السعودي أن الوقت قد حان لوضع نقطة نهاية لمشواره الدولي مع منتخب المغرب. وأشار المصدر ذاته إلى أنه من غير المستبعد أن يطالب وليد الركراكي المدافع بالتريث وعدم اتخاذ قرار في الوقت الراهن، بحكم أن اللاعب في حال استعاد مستواه جيدا في الفترة القادمة سيكون مرشحا بقوة للمشاركة في النسخة المقبلة من نهائيات كأس الأمم بالمغرب، وبالتالي يعلن اعتزاله بعد العرس الكروي الذي تحتضنه بلاده. وأفاد المصدر نفسه أن سايس غادر كوت ديفوار وقد اتخذ قرار الاعتزال، وأخبر به بعض رفاقه في المنتخب المغربي، وسينتقل للخطوة الثانية وهي مناقشته مع المدرب المنتخب المغربي ومكوناته قبل الإعلان عن ذلك رسميا، وذلك ما ستكشفه الأيام القليلة القادمة. ويؤمن الركراكي بالجاهزية وليس بالعمر، الأمر الذي جعله يستدعي يونس عبد الحميد مدافع ستاد ريمس الفرنسي للمشاركة في الكان بعمر 36 عاما، لكن الشكوك تحوم بشأن مستقبل المدرب الذي قاد أسود الأطلس لاحتلال المركز الرابع في مونديال قطر 2022.